السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعي الكرام. معكم سمية مرة أخرى في القناة ديالي. شكرا على الدعم، على التعاليق الزوينة، وكذلك مرحبا بالناس الجداد اللي كنتوا أول مرة كتدخلوا القناة ديالي. ما تنسوش ديروا لي واحد اللايك وديروا لي كذلك اشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بالجديد ديالي تحت الطلب ديالكم. وبمناسبة عيد الأضحى إن شاء الله غادي نشارككم اليوم واحد طبق مغربي جد راق وعزيز على الجميع، وكذلك كنعطيه ولا بغيت هاد لا فيديو يكون كذلك هدية للصديقات ديالي العربيات، منهم السيدة ليلى صديقة الغالية الجارة ديالي اللي توقات الحمل برقوق وبغاتني نشاركو معها في القناة. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يعجبكم. غادي ان شاء الله يكون بواحد الطريقه جد مبسطه باش تعم الفائده، وكنتمنى انكم تشاركوه مع الاحبه باش تعم الفائده. شكرا دائما، بقوا معايا تشوفوا المراحل ان شاء الله كامله ونبداو على بركه الله. المرحله الاولى غادي نحتاج نصف حامضه مسيره ولا مرقده، نحتاج كذلك البقدونس ولا المعدنوس، نحتاج 2 بصلات او بصلتين، 4 فصوص ثوم، نحتاج ملعقه كبيره ديال لا موطارد ولا الماسترد، كذلك ملعقتين من الزيتون الاخضر، وملعقه صغيره من الهريسه او الفلفل الحار. بالنسبه لهذا الخليط هذا غادي نحاول انني نطحنه في طحانه الكهربائيه، ومن بعد ما غادي نطحنه غادي نضيف عليه التوابل. بالنسبه لهاد الطحانه هذه الحجم ديالها صغير اللي عندي، اذا لازم انني نطحن او ندير الخليط على 2 المرات، 2 طحنات. الا عندكم طحانه كهربائيه اللي كبيره ممكن انكم تطحنوا الكل دفعه واحده. اذا كما كتشوفوا غادي غير نحاول انني نقوم بالطحن ديال هذا الخليط هو الاول، وغادي نديرو 2 مرات. غادي نوضع البصل وكذلك الحامض او الليمون، البقدونس، المعدنوس، الزيتون، وكذلك الماسترد والهريسه. الهريسه غادي نديرها كلها دفعه واحده في المره الاولى، وغادي نقوم بالطحن ديال هذا الخليط جيدا حتى تمتزج العناصر كامله. وغادي نحصلوا على هذه الكثافه هذه، بمعنى غيطحن جيدا، وغادي نوضعوه في الاناء على هذا الشكل هذا. وغادي نقوم الان بنفس العمليه، بمعنى غادي نقوم بالطحن ديال الدفعه الثانيه. ناكد عليها الا عندكم طحانه اللي كبيره وضعوا كل شيء دقه واحده وهنيوا راسكم. من بعد ما وضعت الخليط كما كتشوفوا، الخليط الاول كان نوعا ما احمر بفعل الهريسه او الفلفل الحار. دابا غادي نحاول انني نخلط هاد العناصر كامله مع بعض، وغادي نضيف كذلك شويه ديال الماء، تقريبا كأس ديال الماء ديال العنبه، المهم كوب ديال الماء، ونحركوا الخليط جيدا وصافي غادي نوضعوه على جانب. المرحله هذه ان شاء الله غادي نزيدوا البهارات ولا التوابل ولا العطريه للخليط اللي سبق لينا وقمنا بالطحن ديالو. غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال المروزيه ديال اللحم او بهارات اللحم، نحتاج كذلك الزعفران زغبه، ملعقه كبيره ديال السكينجبير او زنجبيل، ملعقه صغيره سمن بلدي، راس ملعقه صغيره ديال البابريكا او التحميره، ملعقه كبيره ديال الكركم او الخرقوم بلدي، وملعقه كبيره غير مملوءه صلصه الطماطم. سبق لي وشاركتكم فيديو ديال كيفيه تحضير صلصه الطماطم في فيديو سابق، الا بغيتوا الرابط غتلقاوه في اعلى اليمين في الشاشه. كذلك غادي نحتاج الورق الغار ولا ورقه ديال الورق ديال سيدنا موسى، وكذلك القرفه على شكل عود. هنايا ان شاء الله غادي ندوزو للمرحله فين غادي نضيفوا التوابل والبهارات على الخليط، مروزيه ديال اللحم ولا بهارات اللحم، جنجبيل، خرقوم ولا الكركم، وكذلك البابريكا ولا التحميره، السمن البلدي، وكذلك الزعفران زغبه. غادي نقوم بالحك ديالو في الكفين ديالي على هذا الشكل هذا، وغادي نقوموا بالخلط الخليط. غادي نضيفوا الملح اللي كتبقى حسب الرغبه. بالنسبه للقرفه عواد
وكذلك ورق الغار اولا ورق ديال سيدنا موسى. ما غادي نضيفهم حتى يكون اللحم كيطيب ماشي دابا. هنايا وكذلك صلصه الطماطم غادي نضيفها حتى الاخير حتى يستوي اللحم ان شاء الله ويطبخ. اللحم كما كتشوفوا راني خديته شرحته قليلا بالسكين باش يقوم بالامتصاص ديال التوابل باش تدخلوا العطريه. راني قطعته غير شويه شرحته بالموس. غادي نوضع اللحم كامل يترقد لمده تقريبا 3 ساعات قبل ما نقوم بعمليه الطبخ ديالو، لانه كل ما تشرب هاد التوابل والبهارات كيكون احسن وكيكون كيجي لذيذ. بالنسبه للمده باش كيطيب فيها ولا كيطبخ فيها اللحم تختلف حسب نوعيه وكذلك عمر ديال اللحم. بمعنى ان اللحم اولا الخروف اولا البقر اللي كيكون العمر ديالو كبير كيبغي يطيب بزاف. داكشي علاش انا ما غاديش نقدر نعطيكم واحد المده معينه ملي ديروه يطيب ولا ملي توضعوه يطبخ فوق النار. نتوما كتبقاو تراقبوه بالسكين كتقلبوه بالسكين، وملي كيولي اللحم هشيش ولا ملي اللحم كيرطب بزاف صافي راه كيكون طاب ولا قام بعمليه الطبخ. هنايا كما كتشوفوا خليته يترقد تقريبا واحد 3 ساعات. غادي ندوز العمليه ديال الطبخ في الطنجره. راني وضعتها على عافيه اولا النار اللي مجهده ماشي مهيله. غادي نحط هاد اللحم مع البهارات كامله. وهنايا فين غادي نضيف كما قلت لكم من قبل العود ديال القرفه وكذلك ورق الغار ولا الوراق ديال سيدنا موسى كذلك. وهنا غادي نضيف غير شويه د الماء بحال غادي نغسل هذاك الاناء من هذيك التوابل كامله باش ما تضيعش ليا حتى هي نضيفها على الطنجره ولا في الطنجره. انا درت هنايا الكاميله ولا الطنجره. الا كتفضلوا انكم ديروا الطنجره ديال الضغط ولا الكوكوت حتى هي ممكن انكم ديروها اللي حبيتوا، غير انا كنفضل نديرها في الطنجره. ومن بعد ما كتغلى ليا مزيان هاد الطنجره كنقص عليها وكنخليها على عافيه مهيله. كما كتشوفوا هنايا كنزيد الماء المغلى. ناكد عليها دائما ملي تكونوا طيبوا ضيفوا الماء اللي يكون وصل درجه الغليان. حاولوا انكم تغطيوا اللحم. وهنايا غادي تضيفوا زيت الزيتون. الا ما عندكمش ديروا نص زيت الزيتون وكذلك نصف زيت نباتيه. وضعوا تقريبا نصف ديال الكوب ولا تقريبا 4 معالق كبار صافي وخليوه يطيب كما قلت لكم. خليو عليه العافيه حتى يوصل درجه الغليان حتى يغلى لكم هاد الطنجره. عاد نقصوا عليها وخلوها على عافيه مهيله. بالنسبه للبرقوق راني غسلته مزيان. هاد النوع هذا اللي لقيت راه دغيا كيطيب. بالنسبه للناس في امريكا البرقوق راه ماشي بحال ديال المغرب، هنا دغيا كيطيب. حاولوا انكم غير تغسلوه مزيان. وغادي توضعوا مع 2 المعالق كبار ديال الماء وكذلك معلقه كبيره ديال الزبده الحيوانيه من النوع الممتاز وعويد ديال القرفه. هادشي غيكون كافي وصافي. غادي تخليوه تنقصوا عليه عافيه مهيله وتخليوه يطيب واحد شويه. نفس الشيء بالنسبه للمشماش. راني غسلته مزيان درت معاه غير 2 المعالق كبار ديال الماء معلقه كبيره ديال الزبده الحيوانيه شويه ديال القرفه وكذلك ورق الغار ولا ورق ديال سيدنا موسى. عفوا راني ما قلتهاش لكم على حسب البرقوق. نفس الطريقه ديال الغسل نفس الطريقه ديال الطبخ. غادي نقصوا عليهم العافيه مهيله وما قوتش الماء بزاف ما كثرتش من الماء لانني غادي نضيف المرق ديال اللحم من بعد. بالنسبه للحم اللي في الطنجره من بعد ما غليته مزيان لما كان وصل درجه الغليان صافي غادي نقص عليه النار ونخليه يقوم بعمليه الاستواء والطبخ على نار مهيله. كما كتشوفوا هنايا من بعد ما بحال غلى ليا شويه هاد الخليط ديال المشماش وكذلك ديال البرقوق غادي نهز شويه من المرق من اللحم وغادي نضيفوا عليهم باش يجيو لذاذ وتجي فيهم كذلك الطعم والبنه واللذه ديال اللحم اللي درناه بالتوابل. غادي نديروا نفس الشيء بالنسبه للبرقوق. غادي نضيفوا عليه كذلك مرق اللحم ونخليوه يبقى يطبخ ولا بقى يطيب حتى يتشرب هذاك المرق اللي ضفنا عليه. بالنسبه للحم راني خليته كيطيب ولا كيستوي على نار مهيله
وبالنسبه للبرقوق وكذلك المشمش وصل لدرجه الغليان، هنايا ان شاء الله غادي نضيف عليه العسل عوض السكر، وكيبقى اختياري اكيد بغيتو ديروا السكر فلكم الاختيار. غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال العسل للمشماش وكذلك للبرقوق. حاولوا انكم ما تخلطوش بالملعقه لانه كيكون هش ورطب يقدر يتكسر لكم. من بعد ما تضيفوا العسل حاولوا انكم غير تمجزوا الخليط مع العسل غير داخل الطنجره، غير على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هزوا غير الطنجره باليد ديالكم ولا الكاسرونه وخليوه يتخلط مع بعض. ونفس الشيء بالنسبه للمشمش، نخليو تقريبا واحد دقيقه حتى 2 دقائق حتى يتشرب غير العسل، وغادي نطفيو عليه ان شاء الله النار. اللحم ها هو طاب وجد ليا بعد 2 ساعة بالضبط، وكنأكد عليها المده تختلف حسب نوعيه اللحم والحجم ديالو بمعنى العمر ديالو. هنايا من بعد 2 ساعة من بعد ما طبخ ليا راني قلبته بالسكين ولا جد هش وجد رطب. غادي نضيف عليه هنايا صلصه الطماطم، ما كنديرهاش في الاول كنخليها حتى للاخير كما كتشوفوا. غادي نحاول انني نصب هذا الخليط ديال صلصه الطماطم في الجانب وغادي نخليه يتشرب ويتغلى لمده 2 إلى 3 دقائق صافي. وغادي نطفي على النار وغادي نزيد واحد ملعقتين ديال زيت الزيتون من بعد ما نطفي على اللحم. وان شاء الله غادي ندوز دابا للتقديم باش نوريكم الشكل النهائي ديال طبق اليوم. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال اللحم بالبرقوق وكذلك المشمش، واحد الطبق المغربي وصل الحمد لله للعالميه ولذيذ، وكل ما يذوقوا عندي صراحه كيتبهر بهذيك اللذه ديالو. كما كتشوفوا حاولت انني نزينو بالمشمش وكذلك بالبرقوق اللي طاب. بالنسبه للمشمش راني درت فيه اولا راني درتو في شويه ديال اللوز مهرمش، خديت اللوز وسخنته شويه وطحنته وزينت به الجانب ولا الوجه ديال هذاك المشمش. درت كذلك البيض ديال السمان، درت فيه هكا شويه ديال الشيا حبوب الشيا ودرته فوق من المشمش على شكل ورده. كذلك بالنسبه للبرقوق راني زينته بحبوب السمسم من بعد ما نقيته مزيان وحمرته شويه فوق النار فوق المقلاة. زينت به البرقوق باش كيجي مقرمل وكيجي لذيذ. ودرت كذلك اللوز من بعد ما سلقته وقمت بالقلي ديالو. كما كتشوفوا كيبان لكم باللي راه خاتر وكيبان لذيذ. ان شاء الله تبعوا المراحل كما هي. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون كان مبسط. المقادير كامله غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. ما تنسونيش من دعم اللايك والاشتراك في القناه. نخلي لكم جميع المعطيات وجميع المقادير وكذلك الصفحه الرسميه ديالي ديال الفيسبوك في صندوق الوصف. شكرا دائما وابدا على الدعم ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله.